حبايب قلبي عاملين ايه؟ طبعا شايفين انا بغيب غيبتي وبرجع بالحاجه التحفه اللي انا بعملها لكم. تعالوا نخش على الطريقه على طول. اهو زي ما شايفين معايا بانيه، قطعته قطع صغيره قوي. طبعا قطعته اصغر من كده عشان حسيت اللي هو صغير كده يبقى لذيذ وحرش كده. طبعا انتوا اكيد فاهميني، يعني ان شاء الله تكونوا فاهميني. المهم ادي البانيه قطعته قطع صغيره قوي، وجيت على طاسه الزيت حطيت شويه زيت صغيرين قوي، ونزلت بالبانيه واحده واحده اهو كده زي ما انتم شايفين، واحده واحده بعيدا ان انا بوقع يعني وكده. ولا كانوا خدتوا بالكم. المهم وانا بقلب اهو على الزيت زي ما انتم شايفين. بصراحه يا جماعه لذيذه وطيبه وكل حاجه حلوه بجد. المهم انا نزلت هنا بتوابل شاورما. طبعا انت ممكن تحطي في ملح وفلفل بس لو ما عندكيش، وبرضو انا ما حطيتش ملح، انا بس اكتفيت بمرقه الدجاج، وهي بصراحه تحفه كفت معايا على قد البانيه يعني. شايفين قطع البانيه تحفه ازاي؟ دي بقى الطريقه دي يا جماعه بجد تحفه، لازم تجربوها، بتدي طعم وريحه اكن البانيه حرفيا مشوي، بجد تحفه. هنا بقى معايا عيش شامي زي ما شايفين اهو. ممكن بدل العيش الشامي ممكن تجيبي عيش تورتيلا، بس انا حسيت ان العيش الشامي احسن ويشبع كده وطعمه برضو احلى بكتير من التورتيلا. وادي جبنه موتزاريلا، وحطيت برضو زيتون. طبعا انت ممكن تحطي برضو فلفل الوان، فلفل رومي زي اللي انت حباه، بس انا ما لقيتش فاكتفيت برضو بالفلفل الحراق احسن. وبرضو بدل الفراخ ممكن تحطي لحمه مفرومه، او ممكن تحطي بيض بالبسطرمه. بجد يا جماعه بيبقى تحفه، هبقى اجربه لكم برضو في مره. ودي بصراحه اول مره اعملها بس طلعت معايا تحفه تحفه تحفه، يعني لازم تجربوها بجد. هنا برضو انا حطيته في الجريل زي ما انتم شايفين. طبعا نسيت اقول بس اهو زي ما انتم شايفين ادت تحميصه وطعم تحفه بجد، وشكل كمان فظيع. ادي اهو حطيت الفراخ وبعدين الموتزاريلا، ممكن تحطي تشيدر بدل الموتزاريلا عادي جدا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بقى هو في الاخر هيطلع ازاي بجد يا جماعه تحفه، يعني مش معقول الحلاوه بجد. طعمه مقرمش ومتحمص كده وتحفه. طبعا شايفين موزاريلا سايحه ازاي، مش قادره اقول لكم على طعمها بجد، يعني شكلها بيوصف كده كده اهو زي ما شايفين. وده الشكل النهائي، واتمنى تجربوها. متنسونيش في كل جديد في لايكاتكم وتعليقاتكم وكل ده. يلا باي باي.